يومك طويل وعاوز فطار مش مكلف بيتجهز في دقيقه؟ مساء الورد والفل الياسمين. النهارده هنعمل الفطار الرخيص المشبع، مش هياخد معاك وقت وهيشبعك طول النهار. الفطار ده بيتكون من ايه؟ جبنه قريش، افضل جبنه ممكن تاكلها في الدنيا الجبنه القريش. عندنا زبادي، وهقول لك الفرق بين الزبادي اليوناني والزبادي العادي، والاثنين خالي الدسم. انا ما جبتلكمش ماركه معينه، الماركه اللي تحبها جيبها. وعندنا شوفان وكام ورقه نعناع، مش للزينه بس، كمان الطعم وهيريح معانا معدتك. هنعمل لو انت يومك طويل وهتخلص وتطلع على الجيم، محتاج تبدا بالزبادي اليوناني. ليه؟ لان الزبادي اليوناني مور ثيكر، تقيل، هيقعد في المعده اكتر، وكمان في نسبه بروتين عاليه. لكن لو انت يومك خفيف ممكن تاخد زبادي لايت. الاثنين لايت على فكره. هنا الزبادي اليوناني بيكون 180 جرام او 200 جرام، دي العبوه بتاعته. الزبادي العادي بتاعنا 100 جرام، ممكن تحط عبوتين لو تحب. طبعا اللاعب الرئيسي بتاعنا هي الجبنه القريش. هناخد نص قطعه جبنه قريش، يعني بما يعادل تقريبا 100 جرام. هنحط عليها الزبادي العادي بتاعنا خالي الدسم، ولو قلنا انت بتلعب جيم يبقى زبادي يوناني. هنحط عليها معلقتين شوفان مطحون. ليه؟ عشان الخليط ده يفضل في معدتك اطول فتره ممكنه، زائد ان الخليط ده ناخد منه نسبه النشويات المطلوبه خلال اليوم. الموضوع هيبقى تقيل، الخلطه بتاعتنا هتبقى تقيله، فيفضل لو انت ما بتحبهاش بالتقل ده تضيف عليها شويه لبن. انا كرحيم هاكلها بالشكل ده عشان امضغها وتفضل في جسمي افضل فتره ممكنه. بعد ما نقلبها كويس، الجبنه بتاعتنا اتحولت لجزء كريمي شويه. هنجيب كام عود من النعناع هنقطعهم عليها. النعناع بالنسبه لنا هيبقى مريح لو عندك غازات في المعده، وكمان هيديها طعم جيد. كده الفطار بتاعنا بقى جاهز. تحفه. الوصفه دي فيها تقريبا 200 سعر حراري، تنفع معاك فطار، تنفع معاك غدا. لو حطيت جنب منها بيضتين هتساعدك ان انت تخسر وزنك عشان مشبعه وسعراتها الحراريه قليله. كده جدا لو عندك غازات في معدتك عشان البريبيوتكس الموجوده عندنا في الزبادي. الوجبه دي مش مكلفه، ممكن تاخدها معاك في الشغل، لكن ما ينصحش انها تفضل بره الثلاجه اكتر من ساعتين. ممكن تاخدها يوم بعد يوم، هتبقى مغذيه جدا بالنسبه لك. ما تنساش وانت بتاكلها تدعي.